في اللحظة ديت اقدر اقول لك ان تم بيع مصر وتم بيع القضية الفلسطينية باموال خليجية 100%. وده اللي انا قلته، وكان سؤالي بريء اذا قامت الحرب ومصر دخلت الحرب والعرب عمالين يقول لك يلا يا مصر خش يا مصر يلا يا مصر. قلت لكم امريكا مين هيدفع فاتورة الحرب بتاعتها؟ حاملات الطائرات والطائرات الامريكية هيبقى فيها بترول مين؟ في اللحظة دي اقدر اقول لكم هي اموال اشقائنا العرب. جه قال اقول ايه التتاري وقدر يفتح بلاد الشام، فمر بقى السعودية اديته 600 مليار مع التعهد برفع المبلغ لتريليون، ثم ذهب الى قطر فدفعت تريليون و200 مليار، وغدا الى الامارات التي ستدفع تريليون و400 مليار. مقابل ايه؟ عايز رد اصدقائي لنا بتاع دعم ولا بتاع جولات ولا بتاع حياك ولا بتاع كبس كبس ولا القصص دي. انا راجل فنان بس مصري قوي، تمام؟ اللي بقوله اللي عايز يزعل مني يزعل، انا مش فارق لي كتير غير بلدي غير مصر، فاهمين؟ سؤال محتاج لجواب. جبتوا سيرة القضية الفلسطينية، جبتوا سيرة قطاع غزة، جبتوا سيرة التهجير، يعني الراجل لامم 3 تريليون. 3 تريليون ده انت لو بتدفع لواحد 3 تريليون ده انت تلعب فيه البخت، ده انت تلعب فيه البخت، تعمل تقول له تعالى انا هحركك زي ما انا عايز، سامحوني بقى انا هشرب سجاير، تمام؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انتوا عارفين حجم الدين الخارجي بتاع مصر كام؟ اللي عامل المشاكل الاقتصادية ديت 155 مليار دولار فقط. يبقى لو انت فعلا كان هدفك ان البلد دي تبقى قوية وجيش يبقى قوي وجيش يقدر يحمي، كنت يلا يا مصر، ساعتها كنت هتبقى يلا يا مصر، ساعتها كان الوضع هيختلف. انت لو بتعمل كده احنا كان الشعب المصري كان هيبقى جيوش مجيشة قادر يحميك، مش بتحمي نفسك وتنبطح للامريكان. يا اخي عيب، عيب على الشيخة وعيب على الهيبة. عيب لما تبقى راجل وفي قلب بيتك وواحد امريكاني واقف لك بره هو اللي بيأمنك. عيب واحد املس لا مؤاخذة يبقى تروح تحلقها احسن. عيب. مصر النهارده باعت، واوعدكم بل باكد لكم وزي ما اكدت فيديوهات فاتت، ترامب هيرجع وهيعمل لهم كده لسنه اهو، وهنتفرج على اللي هيحصل بعد ما ترامب يرجع. بس اقول لكم بقى نقطه، مصر قويه بشعبها، قويه بفضل ربنا قبل اي حاجه. مصر مقبره الغزاة، زي ما عدوا زمان هلاكوا على بلاد الشام وطلعوا له الاموال مقابل ان هم يبقوا في مأمن منه، ودخل واستباحهم. قال لهم ايه؟ لو كنتوا اديتوا الاموال دي لا الناس ولا المماليك احنا ما كناش نعرف نخش هنا. لحد ما جم لمين؟ لمصر. وكانت المعركة فين؟ في عين جالوت. ما حطوش رجلهم في مصر،
الجيش المصري هو اللي خرج وقابلهم بره، ما قدروش يعتبوها. بنوعدكم احنا برضو نضاف، هنخلص المهمة وهنفضل أسود الأمة. تحياتي للعرب الأحرار، تحياتي لكل عربي حر، تحياتي لجيش بلادي، لرئيسي، لشعبي الفاهم، تحياتي لأسد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قدر يقول لهم لأ، مفيش تهجير، لأ مفيش بيع سينا، لأ انتوا لو عايزين تعدوا من عندي هتدفعوا. عرفتوا مين الذكر؟ تحيا مصر غصب عنكم.